السلام عليكم شباب، ظهر لي عنا مدة ما عملناش فيديوهات طويلة. قررت نرجع لكم بالفيديو هذا، وبصيفته عمك رمضان قرب جو البالي ياسر حاجات، ومن أهمهم القراية في رمضان. وكل عام نفس الجملة: رمضان نقرأ فيه خير. وكل اللغة المضروبة بك كله المشكلة، ولو واحد فينا يقرأ أكثر في رمضان. بالعكس، الشر هذا وقته فيه القراية، ونبعثوه وما نكذبوش على بعضنا. كنا كذبنا كل كذبة ذيك باش نبدل حياتي نهار واحد رمضان. والمشكلة اللي احنا عنا عادة بعد شوي كل شوي نأجلوه. كأنك صايم ما نجمش نركز، بعد الفطور شبعان ما نجمش نركز، بعد التراويح تعب ما نجمش نركز، قبل السحور نعسان ما نجمش نركز، وفي الاخر تقول رمضان عطلني. والحقيقة روحك اللي عطلتك. واخطر حاجة مش انك ما قريتش، اخطر حاجة انك مقتنع انك باش تلحق كلمة مازال بك، وفي الاخر تلقى روحك في ماي وتحاول تعمل معجزة في اسبوعين وتسلك. والمعجزة الحقانية انك تسلكها. وفي رمضان تبدأ تقرأ وتعب ويعلم بيك ربي اللي خلقك، وبعدها تروح تشري القضية لأمك، يتعدى الوقت ويجي المغرب، بعد ما تردسها قد وتعبي كرشك تمشي تصلي التراويح، ما كملت تمشي للقهوة ولا الله أعلم بيك ما عملت هذا كل إلا ما جينا نصلي. كيش تعب نعمل حاجة من أصل. من الآخر أنا مع التنمية في التونسي مش مع كلاب.